المغرب هو عنده بديل على الغاز. انا ما تكومباريش باوروبا ناس تعرف لك باللي هاربين علينا صاحب، بصح المغرب ماهيش هاربه اخويا. سي محمد المغرب هارب علينا. لي بروجي اللي راهم ينداروا في المغرب، لي بروجي المشاريع هذه اليوم ينداروا راهي رايحه هذيك البلاد تولي قوه اقتصاديه كبيره باسكو الناس يجوا ينفيستيو فيها. المغرب هارب علينا. ودي الغاز ديالك راهم يخدموا البديل ديالو هو محطه لانتاج الكهرباء بالطاقه الشمسيه، محطه نور واحد وزوج وثلاثه. شوف الجزائر وقتاش بدات، متى الجزائر بداش بدات الدولة 1962 كدولة. قبلها كانت موجودة الممالك، كانت موجودة الإمبراطوريات، اليابان ولا تاخذ الأمور هذه القديمة، المغرب أيضا. الجزائر لا كانت موجودة لا كإمبراطورية لا كسلطنة لا كدولة. السفيرة تاع السويد، الوزيرة تاع السويد تقول باللي نحتفل ب 250 سنة من العلاقات مع الجزائر. حقيقة السويد اللي بعيد عليك آلاف الكيلومترات تآمنوا، والقذافي غير قدامك جارك منا ما تآمنوش. فهمني أنا القذافي قال لك ما كانش. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة في أحسن أحوالكم. الأصدقاء ديالي إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا على اليوتيوب ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة، كذلك تفعلوا أخوتي الزر ديال الجرس، لايك أخوتي الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا أخوتي، ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناة. الأصدقاء ديالي جبنا لكم فيديوهات تستحق الدعم والمشاهدة. بلا ما نطول عليكم اخوتي ندوزو نشاهدوا هذا الفيديو الجميع، نتوما حكموا. كذلك كتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم، ونتلاقاو في نهايه الفيديو. لحظه ديرة اسمع، سقسيتك قبيل على الطوموبيل في المروك. الطوموبيل هذيك المهشمه ما تلقاهمش هذوك، بصح المغاربه واش يديروا؟ كيعود عنده دراهم هكا باه يشري حاجه يروح يشريو موطو. كيما تجي تدخل مراكش تلقاهم في مراكش الموطوات بزاف يغليو. تما عنده دراهم تاع موطو يشري موطو، حنا تلقى عنده دراهم تاع موطو يحب يشري طوموبيل ومن بعد يبدا يدير السمير في الطريق. انا حبيت نسقسيك يا اخو، انت قلت واش عليه حنا ما نقدروش نهضروا على المروك والمروك هاربين علينا والحاله. راهم هنا راهم كاع مراركه هنا، واش عليه نهضر يا واش دخل المراركه عندك هنايا في اللايف يا اخو؟ راك تضحك فيهم زعما لا تساهل. واسمح لي يا اخو نهضر معك بكل احترام يا انا راني نهضر على مشاكل الجزائر واحد ما راه مهتم بهم، راني نحكي على معاناه شعب واحد هو مهتم بها. هادو وسائل التواصل الاجتماعي يقدروا يدخلوا الجزائريين ويقدروا يدخلوا مغاربه. انا المغاربه مانيش راح نجيبهم الدار. وزيدوا واحد اخرى، نقطه ثانيه رائد. انا كي بديت كنت نهضر في المغرب كان عندي مشكل الصحراء هل هي غربيه ام مغربيه. ما نقدرش نكومباريو يا خو الجزائر بالمروك خويا. لازم قلت لك ما تكومباريش. علاش؟ كي شنو المشاريع لي بروجي اللي تشوفهم. انا نتابع بزاف سياسه ونتابع بزاف المغرب. لي بروجي اللي راهم ينداروا في المغرب، لي بروجي المشاريع هذه اليوم ينداروا راهي رايحه هذيك البلاد تولي قوه اقتصاديه كبيره باسكو الناس يجوا ينفيستيو فيها دراهم وينفيستيو فيها شركات. يا خو انا نجيك من الاخر نهضر بجوج كلمات واسمح لي وتقاد وليد بلادي على كل حال. نهضر معك بكل احترام يا خو. ما عندنا كما يقول لك الغيره على البلاد ديالنا. كاينه حاجه يا خو، البلاد اللي ماهيش راضيه عليها كما يقول لك اليهود. حاجه واحده اخرى، حنا مادام ما طبعناش هكذا يتصرى فينا حاجه. عندنا يا خو اسمع لي دقيقه يا خو ولا دقيقه. لا يا وليد بلادي راك غلط. علاش راك غلط؟ وليد بلادي العزيز، الرئيس تاع تشاد كان هنا غير كيما عندنا في الجزائر. تشاد راح عندها نتنياهو، تشاد مطبعين، تشاد عندها تعاون عسكري مع اسرائيل. تشاد صاحب الرئيس هو رئيس المخابرات الاسرائيليه، جا للجزائر واستقبلوه بحفاوه وعطاو له 100 حافله معاونه ليه. فهمت؟ للتشاد هذاك مطبع. علاش هذا مطبع يبان لك نورمال والمغربي مطبع فهمني؟ يبان لي عباك على المروك يبان لي خاطر خونا عربي كيما حنا وراه يخون فينا وراه يليك فينا في ظهرنا خويا. هم كاع يا خو كاع مطبعين العرب يا خو. المروك قبل ما نقطعوا اليوم التيو تاع الغاز حنا كانوا يقطعوا فينا. المغرب عباك بلي الغاز تيو تاع الغاز تاع انا نفهمك. تيو تاع الغاز ما دار لهم والو. نقول لك علاش. دوك نقول لك علاش. يسمى نقول لك علاش. قول لي اديني على حساب عقلي. راك تضحك. اديني على حساب. في المغرب كاينه واحد المحطه اسمها محطه نور. محطه نور هذه اكبر محطه في العالم ماشي في لافريك ولا عندها. اكبر محطه لانتاج الكهرباء بالطاقه الشمسيه.
هذه هي المحطه وحدها تقدر تكفي 1,300,000 دار تشعلها بتريسيتي. تما الغاز ديالك ما داروا به والو. واش رايك؟ ايوا يا خو ما داروا به والو، ما قرعه غاز عندهم يدير 60 درهم خويا ايه العزيز. باسكو بلاد ماشي مصدره للغاز. انا نحكي على تريسيتي، راني نحكي على المغاربه اللي تريسيتي. كنت سي تسقسي فيهم محمد، دوك سقسيهم شحال يدير قرعه غاز عندهم يا يا سي سقسينا محمد، المغاربه يا المغاربه رفيق، يا وليد بلادي، يا خو يا وليد سقسيهم شحال يدير بلادي، قرعه غاز عندهم يا وليد بلادي. في اوروبا ما عايشين الناس بتريسيتي، انا هنا عايش بتريسيتي، راني عايش بالغاز. كي نقول لك بلي هو عنده بديل على يا الغاز. انا ما تكومبانيش باوروبا ناس تعرف لك بلي هاربين علينا صاحب، بصح المغرب ماهيش هاربه خويا سي العزيز. محمد، المغرب هارب علينا. ودي الغاز ديالك راهم يخدموا البديل ديالو. البديل ديالو هو استعمال الاراضي هذيك وشميسها اللي عطا لهم ربي باش يديروا بها واسمو محطه لانتاج الكهرباء بالطاقه الشمسيه. معناتها هو على بالو بلي ما عندوش الغاز، راه يحوس على البديل. البديل هو محطه نور 1 و2 و3. داروا 3 محطات. محطه نور هذه اكبر محطه جايه في الورزازات في المروك، فهمت؟ تما هما مام كي تغلقت عليه انت الغاز، هو عنده باش يشعل الغاز، باش يضوي البلاد. تما هو كي دوك يحب يطيب يشعل تريسيتي، فهمتني؟ اخويا واش راه نقول لك خويا، فيكم بالعقل نمي. خلاص نيك المروك هذه باش تفرحوا خاوتي، سامحونا هكا باش تما شغل تكون ساتيسفيا هكا، باسكو فهمتك هكذا مديت كلي زيكزومبل. هاي واش كاين، هاي خلاص خو هاني نيك المروك هاني استعاودتها لك. سامحوني خاوتي رايده ينعلو بليز. تما انا دوك باش نعجبك لازم نقول لك هدرت معاك هاك، رحت لي هاك، زدت فهمت خويا هاك، يا وليد بلادي، يا العزيز، يا الغالي، يا حبيبي، يا ليزون، يا خلاص يا سامحونا خاوتنا والله غرجوني من رحمه ربي. تا دوك راني نقول لك هذه محطه الورزازات، محطه بديله عن الغاز، تنتج 1,300,000 دار. تقدر هذه محطه الورزازات تشعل فيها تريسيتي. معناتها انهم ما عندهمش البوطه تاع الغاز، ولكن عنده باه يطيب باش بالطاقه الشمسيه هذه اللي راهم دايرينها. محطه الورزازات كاينه محطه نور 1 و2 و3. هذه واش يديروا بها؟ يشعلوا بها تريسيتي، يطيبوا بها. تما معناتها الغاز ديالك مليح. الغاز ليهم يسحقوه، هو لو كان مازال عنده الغاز يسحقوه عادي، صح. راهو داير بديل. البديل ها هو. دوك انت اي جزائري دوكا هنا في اللايف نقول له محطة نور من اكبر، اسمع مليح، واهم مشاريع الطاقة الشمسية في العالم. هذه هي شات جي بي تي. ما هي محطة نور؟ تقع قرب مدينة ورزازات جنوب المغرب في مجمع ضخم. الطاقة الشمسية يعتمد على تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية CSP، بالإضافة إلى الطاقة الكهروضوئية. بدأ تشغيل أول جزء منها نور 1 سنة 2016. قدرتها وأهميتها: القدرة الإجمالية للمجمع تصل إلى حوالي 582 ميجاوات، من أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم. تساهم في إنتاج 100 جيجاوايت ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا. لماذا هي مهمة؟ تساعد المغرب على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، جزء من خطة المغرب لتوليد نسبة كبيرة من الكهرباء من الطاقة المتجددة، تقلل من انبعاث الكربون وتحافظ على البيئة. أنا قريت لك كاع محطة الورزازات، زيد نقرا لخويا. كيف تعمل؟ تستخدم مرايا ضخمة تعكس أشعة الشمس لتسخين سائل خاص. يتم إنتاج بخار يدير توربينات لتوليد الكهرباء، يمكنها تخزين حرارة ما يسمح بإنتاج الكهرباء حتى بعد غروب الشمس. إذا تحب أقدر أشرح لك الفرق بين نور 1 اشرح. راه نشوفوا الفرق بين نور 1 نور 2 نور 3 ونور 4. فهمت حبيبي؟ اشرح. أو شات جي بي تي قلت له اشرح. أكيدا خليني أشرح لك مكونات محطة نور في المغرب. نور 1 و2 و3 و4. نظرة عامة عن مجمع نور. مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية يتكون من 4 محطات، وكل واحدة تستخدم تقنية مختلفة قليلا لإنتاج الكهرباء من الشمس. هاي لي كيفاش مخدوم صح. محطة نور 1 دخلت الخدمة 2016. القدرة 160 ميجاوات. تقنية المرايا المقعرة. الفكرة مرايا طويلة تركز الشمس على أنبوب فيها سائل يسخن، يتحول إلى بخار فيها تخزين حراري لعدة ساعات. اصبر يا أخو.
يعني تقدر تولي كهرباء حتى بعد الغروب، يعني كهرباء ما مور الغروب تاع الشمس كاينه. ها هاي اللي خوت اقراو يا دين الرب، اقراو خوتي، استعملوا الانترنت لحاجه غير الباهيه. الانترنت فيها معلومات مفيده للعقل، الانترنت فيها مفيده للقلب، الانترنت فيها صوالح مفيده للايمان. طيب خوتي تعلموا اقراو ماشي عيب. نور زوج دخلت الخدمة في 2018، القدرة 200 ميجا واط، نفس تقنية نور واحد، الفرق أكبر حجما وأكثر كفاءة، يعني نور زوج خير من نور واحد. أيضا يحتوي على نظام تخزين حراري فيها تقنية مختلفة على نور واحد ونور زوج. كيف يعمل؟ آلاف المرايا إيلوستيتس توجه الشمس نحو برج مركزي، الحرارة العالية جدا تولد بخار بكفاءة أعلى، يقدر يخزن طاقة لفترة أطول من نور واحد ونور زوج، يعني نور 3 خير من شغل صاحبتي في التيك توك تشتي تتبعني واسمها تاريخ وحضارة، قلت لهم احنا تيو تاع الغاز عندنا مام في الطواليت، حبيت نهدي لهذا الفيديو كبرني تشوفوا كبرني تطورنا لدرجة ان البوطة تاع الغاز نديوها دير الاستجمام، نديوها لابيسين، وهذا شرطه عمي تبون على الشعب الجزائري، كل واحد يجيب قرعة غاز لازم يديها لابيسين تاعهم، والا في واد ولا بحيرات عقب لي فاكونس باش عاد تديها للدار. شتو الرفاهية اللي رانا فيها ولا ما شتوش؟ يا اخو بك والله غير سي مالورو والله خوتي. يا الجزائريين خوتي كاينه انترنت، قراو ليكيب تعلموا فاهم، ديروا عفايس. انا شنقول لك المغرب جنة يا اخو، شو انا كش نهضر معاك يا اخو، امسيني علوني خوتي علاه يا تعلموا خوتي قراو يا مغاربه، ديروا لايفات هضروا على بلادكم كدا. وتحياتنا للشعب المغربي العظيم، تحيه الجزائر وديما مغرب، واحبكم في الله ليكيب، وربي يحفظ لكم بلادكم وربي. خلينا نكملوا برك في وجود الجزائر قبل الدولة العثمانية وإبان الدولة العثمانية. أما تقول لي كانت إيالة الجزائر هذه كانت تمتد من الشرق، يعني من الشرق كان كاين مقسنطينة اللي كان فيها الباي، وتروح حتى للتيطري في المدية، وتروح حتى للغرب، يعني هادو كاع يمثلوا إيالة الجزائر. العاصمة تاعها اللي هي وين، المقر تاعها في الجزائر العاصمة برئاسة الداي، ومن بعد تنقسم بشوات وبغاوات وكذا. احنا مش حندخلوا في الحكم كيفاش كان، ولكن هل كانت موجودة شيء اسمه الجزائر؟ نعم كون موجود. لماذا كون موجود؟ كي تروح انت للدستور الأمريكي، في الدستور الأمريكي ما كانت شيء ما كانتش دولة. انت واش قلت لي؟ هل كان شيء موجود اسمه الجزائر؟ انت قلت لي هل كان شيء موجود ماريا؟ هذا واش قال؟ كيان. هل كان كيان اسمه الجزائر؟ اسمه الجزائر كيان. الجزائر كان شيء كيان. هل موجود كيان؟ أنا قلنا الدولة الحديثة ما كانش كيان. معليش أنا غلطت. أنا ما قلتيش كيان، قلت لي كان شيء. أنا غلطت وصححت. أنا غلطت. الجزائر يعني كان شيء بالنسبة لك أنت. أنا غلطت، أنا صححت. هل موجود كيان؟ سميه دولة، سميه إمبراطورية، سميه إيالة، سميه وش حبيت، موجود كيان اسمه الجزائر. هذا الكيان كان يمتد من الشرق للغرب للشمال للجنوب، هكذا اولا. ثانيا تحب تبحث في الدلائل، تجي نتايا هنا في بالتيمور في ايرلندا، يعترفوا انه البحريه الجزائريه كانت تلحق حتى ايرلندا وتختطف، يعني البحريه الجزائريه كانت الدوله الوحيده في افريقيا وفي العالم اللي كانت هذا ماشي شيء نفتخروا به، ولكن هذو حقائق تاريخيه تدخل دوكا تلقاهم، انها الدوله الوحيده اللي كانت تستعبد الرجل الابيض، كانت تدي العبيد من هولندا ومن ايرلندا ومن، يعني كان بوم بقياده هولندي نسيت اسمه هذاك الهولندي، من بعد ولا مسلم ولا من جيش تاعنا. يعني كانت البحريه الجزائريه سيده في البحر الابيض المتوسط. الدستور الامريكي كي كان راح يتاسس، كي كانت امريكا راح تاسس الدستور تاعها، واش كانوا يقولوا لهم؟ قالوا لهم يعني كي نتوحدوا ونديروا دستور يمكننا
هزيمه البحريه الجزائريه، ما قالوش العزيز البحريه تبع دومير العثمانيه. بزاف انت ايطاشي، تبع دومير ما- بزاف انت. اسمح لي فان خليك من ديالو. دومير، هادو حدائث، لا لا هادو لا عرفان باينه هادو باللي امور فان قريناهم في فان الجامعه ديالو. قبل ما يكون متابع دومير وما متابع دوميرش. وفي الاستاذ هادو دومير. قريناهم في الجامعه يا كي تقرا تاريخ الجزائر يقروهم لك من وقت تيزي غنيف، ما قلت لك تيزي غنيف، من وقت تيغنيف اول رجل سكن الجزائر الى من وقت يومنا من هذا وقت تقراهم دومير في ماشي من الجزائر. وقت الاخر. انا قريتها هادي عن دومير هذا هذه. اللي شوف اللي قرا تاريخ الجزائر او قرا هاد الامور، دوك واللي ما قراهمش او يقول لك دومير، ويقول دومير ما واش دار، عاود برك جاب لو حياله تسمح لي التاريخ. فقط الجمله باش لانك باين راح تكمل تسترسل وتزيد مغالطات وخرطي واحد اخر، فقط نتوقفوا على واحد النقاط. تعطيني خرطي واحد قلته واش أوكي. تقول لي كلامك ما تعرفش اوكي كنت تحاور تقول انه الدوله كنت انه الرذيله تاشي من فضلك من فضلك بلا بكائيه. ولكن لازم تكوني عادله يا ماريا، ما كان- من فضلك يعني خلي العواطف جانبا اذا سمحت. شكرا. اولا الحاجه اللي كنت تدير فيها تسمى الاناكرونيزم، لانك كنت تتكلم على الدوله في وقت تقول بانه الدوله الوحيده اللي كانت الاسطول الجزائري والدوله، ما فهمتش يعني الدوله اللي كانت موجوده وقتها، يعني حتى بالمنطق تاع إيالة الجزائر هل تعتبرها يعني دوله في وقت انها تابعه للسلطه تاع السلطان العثماني؟ معناتها هي إيالة الجزائر أصلا، هي ليست الدولة الجزائرية. راك كررت مصطلح الدولة، الله يضرب هنا برك معليش سؤال، اسمح لي نتفاعل معك. هل تونس كانت إيالة؟ هل ليبيا كانت إيالة؟ هل مصر كانت إيالة؟ يعني انت راك تنفي كل الدول العربية ما كانتش موجودة. راك درت مغالطة منطقية تاع وهو راك دخلت وش دخل هادو. حنا رانا نتكلموا على منطق، ما دخل تونس ومصر، ما دخل تونس ومصر، كانوا كلهم تحت ظل الخلافة العثمانية. هل هي دول؟ يا انت هذا يوم كنت تهضر على الدولة الخلف. لحظة تدخل في حيط مرة أخرى فقط باللي راك تستعمل حاجة في وجود الجزائر. راني نعطيك حاجة. الجزائر كانت موجودة. نعم أغلق رجاء، أنا راني سمعتك ما قطعتكش، أغلق رجاء الميكروفون. قلت كررت مصطلح الدولة عدة مرات. هذه المدرسة الجزائرية اللي علمتكم بأنه عيب انك فقط تقول راك ملي طلعت راني كل ما نطقت صححت لك، كل ما نطقت عرفتك بمفاهيم جديده. الان راني نزيد نقول لك بان كاينه حاجه في التاريخ اسمها يعني لما تاخذ سياق تاريخي لازم تتكلم بهذاك السياق التاريخي. انت كررت مصطلح الدوله على الاقل حسبتهم 3 مرات، تقول بانه الدوله الوحيده الدوله الوحيده الدوله الوحيده. لا وجود لدوله لانه كانت إيالة الجزائر تابعة للسلطان العثماني وتحت حكمه وتحت سلطته، وكان الأسطول تاع الجزائر العاصمة لا يتحرك إلا بأوامر من السلطان العثماني، وآخر مرة تحرك بأوامر السلطان العثماني كانت في 1827 في معركة نافارين لما دمر الأسطول تاع الجزائر العاصمة عن آخره، لأن السلطان العثماني استعمل الأسطول تاع الجزائر العاصمة كملكية تابعة له. دونك هنا بالمنطق البسيط لا وجود لدولة. حاجة واحدة أخرى، كنت تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية يتكلموا على الأسطول الجزائري والدستور الجزائري. هذه سمعتوها كامل عند الطبيب تاع الفئران لأنه الوحيد اللي قال الكلمة هذه، ثم كررها سفير الجزائر في واشنطن صبري بوقادوم بالكلام على قضية أنه الدستور الأمريكي كتب خوفا من الأسطول الجزائري وغيرها من الترهات. هذه القضية غير صحيحة لأنه أصلا لحظة لأنه أصلا النشيد هذاك اللي قالوا بوقادوم، النشيد تاع المارينز اللي هو ماشي نشيد رسمي لكنه يغنى، يقول لك From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli. اصلا هما يتكلموا على طرابلس وسواحل طرابلس. واصلا لما كتب الدستور الامريكي وقتها واحده من الاسباب، وهذه القضيه فيها مبالغات انه كان هذاك هو السبب تاع كتاب الدستور الامريكي،
أنه كانت مرتبطة أصلا بما كان يحدث في الساحل كامل، وكانت فيه داخلة القراصنة اللي كانوا موجودين أيضا في المغرب، يعني في السلا معروفة القضية، كانت القضية اللي موجودة في طرابلس، وكانت أيضا الجزائر العاصمة. معناتها أصلا في الأغنية في حد ذاتها راح تفهم باللي ماشي الجزائر العاصمة فقط، لأنه ما كانش حاجة اسمها الدولة الجزائرية. دونك الآن الكلام اللي كنت قلته كامل، لماذا قلت لك كلمة خرطي؟ لأنه حقيقة كل ما كنت تقوله خرطي، وأثبت لك هذا بالمعطيات التاريخية البسيطة. صاحبي الفراقشي قلت لي مليح الفراق، عجبتني خو والله ما شاء الله. خويا الفراقشي معليش انا قلت لك بلي تبع دومير بزاف انت حبيبي، شويه علاش خليك من دومير شوف نتفليكس، شوف امازون يا خو، والله خطيك من دومير، خليك من دومير انت ارتقي. والله العظيم انا قلت لك شوف نتفليكس شويه، امازون، ديزني كذا، والله العزيز. كارثه وخلاص. المهم اولا انا المهم الجزائر وقتاش بدات يا اخو؟ من الاخر وقتاش بدات الجزائر؟ إذا تحكي على الدولة الحديثة بدأت 5 جويلية 1962. إذا تحكي بمفهوم الدولة، وش كانت الجزائر؟ كانت مستعمرة فرنسية. خلاص، وش كانت دولة ولا مدينة الجزائر؟ كانت مستعمرة، يعني دولة رقعة جغرافية مستعمرة من طرف كيان فرنسي. كانت تاع فرنسا الجزائر مستعمرة، ماشي تاع فرنسا، مستعمرة فرنسية. كنا مقاطعة فرنسية، كنا مقاطعة فرنسية، الجيري فرنسا. إلى تشوفها من الجانب الفرنسي يقولوا أننا كنا مقاطعة فرنسية. إلى تشوفها من الجانب الجزائري تحوس عليها وش كانت؟ مقاطعة فرنسية. أنا نقول لك إلى تشوفها بالمنظور الفرنسي. تاريخيا وش تلقاها؟ تاريخيا هل هي مقاطعة فرنسية نعم أم لا؟ أنا حكيت تاريخيا، دام فين تاريخيا نولي لك أنا من وقت نوميديا ويوبا الأول ونجو جايين تاريخيا، مش من التاريخ كي تقول تاريخيا، نعطيني حدد لي تاريخيا. تاريخ تاع دومير يا أخو، تاع دومير كيفاش كان؟ يا أخو حصلت في دومير، اسمح لي مستوى تاريخي، خليك من دومير، ارتقي شوية، جيب أفكار، يعني يكون أنت يا مفكر هكذا وخمم، وما تهدرش هضره شغل تاع دومير وشوف كدا، شغل ارتقي شويه، طلع النيفو يا بحسب الروايه التي رواها الاخ الفاضل المحترم الدكتور دومير. وليت لنا دومير يا اخو، حتى اباك عييتنا. خلينا من دومير. انت وين راه الحقبه التاريخيه اللي حتحكي عليها؟ واش من الحقبه التاريخيه؟ تاريخيا وقتاش؟ اعطيني. قال من الوقت الفلاني للوقت الفلاني. نحكي لها من اللي حكم تبون الجزائر، هذه الحقبه التاريخيه. كانت خليني ماريه من الحقبه التاريخيه من اللي جات تبون، هذه اللي نحب نحكي لها. اما انا واش كانت بكري وكذا والله ما تهمني. تقول تاريخيا يا اخو، انت هذا نقول تاريخيا، تعطيني حدد لي تاريخيا باش نقول لك واش كانت. قول لي في هذه، اسمح معليش نعطيك تاريخيا نهار كنا نقدروا نشروا اللحم وناكلوا اللحم. الحمد شفالو. ليش هذيك امور واحد، خلينا هذيك حكايه وحده. حنا نهضروا دوكا في ماريا طرحت سؤال مطالبه تركيا بالاعتذار، حنا نناقشوا في هذا الامر. اما انك تقول لي تاريخيا، فهذه الدوله راهي مرت عليها يعني من الرومان حتى المسلمين، حتى الدوله الزيريه والدوله العباسيه والندبيه والفنيه والنوميديه، يعني من 1830 1962. وش كانت الجزائر هذه؟ مستعمره فرنسيه. جاوبتك الى تشوفها من المنظور الفرنسي. كانت الجيري فرنساز ياك؟ من المنظور الفرنسي، المنظور العالمي ماشي. السلام عليكم سالينا. لا من المنظور الفرنسي كانت مستعمره، كما كانت 13 دوله مستعمره فرنسيه، وكانوا كاين دول واحد اخرى مستعمرين. ندوروا لانك انسان شويه. لحظه صديقي، ليت ات جو، خلاص تيري تخرط، روح قرا درك على الاتحاد السوفيتي والعلاقه تاعو مع روسيا، روح قرا على انت انسان تافه، مع احترامي للناس المشاهدين، ما تعرفش تهدر، ما عندكش لباقه اللسان، ليت ات جو، ما تعرفش تهدر.
دوك انا خلاص نهبط النيفو لاش لافير نخاطبك على قد عقلك. لاش لافير صديقي، راك قلت بانه ماشي لاش روسيا، لافير. راك قلت انت بانه ملي روسيا هي تبدا الدولة تهضر تتمد في الوارثة، مغالطات، انا مانيش راك غندخل قلت معك في بانه المغالطات. صديقي انت صديقي ما روح مديت، ما تقرا انا مانيش صادقك صديقي، اولا، روح وثانيا تقرا انت روح انسان تقرا روح مدلس. تقرا راني شحال من انت ببساطة. نقطع معك شي نبين من لك بلي انت فضلك انسان من مدلس. فضلك من فضلك شوف. كلمة ولا اعتراف واحد بانه مثلا قال اوكي هذه مثلا معلومة ما عنديش، اوكي راه نتجاوز هذه من بعد نروح نبحث عليها، لا انت لا عندك راني ما رؤية. قلتش شوف وانت اللي انسان يا اخي العزيز، هل ذكرت الجزائر نعم او اين لا؟ ذكرت؟ راك درت الادعاء عند انت كتابة انها الدستور ذكرت. الامريكي. عند كتاب الدستور الامريكي كاينه نعم. وثيقة ولا وشو هي؟ كاين وثيقة. وشو هي الوثيقة؟ هذه خليتها لك ليك انتايا، ومن بعد انا نجيب انت لك صاحب الوثيقة. الادعاء، يعني باغي نعرف، عندي فضول. هل مثلا في الاباء المؤسسين كي كانوا في طور تاسيس الولايات المتحده الامريكيه هضروا عليها مثلا الوثيقه تاع نعم هضروا عليها ماريا. هل نعم هي هضروا عليها. هضروا عليها شفويا ولا كتابيا؟ هل هذا الشيء لا موثق؟ كتابيا في الوثيقة مذكورة انه الوثيقه تاع اذا واش؟ كانت جوستومون عطيني وثيقة الوثيقه التأسيس تاع التأسيس تاع الدستور الامريكي. في الوثيقة تاع لا التأسيس كاين الدستور الامريكي وكاين وثيقه الاستقلال. الوغ هي وين مذكوره؟ هي مذكوره. شتي كي جاو يكتبوا في الدستور، كي جاو يكتبوا الدستور من بين الاسباب اللي كتبوا فيها الدستور باش قالوا هذا الدستور باش زعما نديروا توحد، باش يوحدوا كاع امريكا. يعني في باش كاع النقاشات راك تقول هي فوالا في النقاشات يعني ماشي مكتوبه، ولكن النقاش مكتوبه. يعني نلقى لك دوك نجيب لك دقيقه دقيقه باش نجيب لك الوثيقه. انا مثلا راني ماريا قلنا بصح وثيقة، قالنا وثيقة التأسيس. انا غير قريت هذه الوثيقه بعيني، اعطيني قالنا دقيقه. وثيقة التأسيس، في وثيقة التأسيس قال. ايوه اذا هي مذكوره، هل هي مذكوره كدوله ولا مذكوره كولايه تابعه الى العثمانيين؟ كحومه ماريا الجزائريه مذكوره كبحريه جزائريه. البحريه الجزائريه فاش في اي وثيقه؟ في اي وثيقه؟ يعني حنجيب لك الوثيقه. دقيقه اعطيني دقيقه دوك نجيبها لك. راهي ماشي، راهي في راهي ذكرت في المراسلات صديقي. ارواح انا شفتني نحوس، انا مشيت معاه. هاك انت قلت ما كاش ومن بعد ولات ارجع. ما قلتش ما كانش انا صديقي، ما قلتش. نحوس على الوثيقه الاصليه. انت قلت عند تاسيس امريكا كاين جوج تاع الوثائق مهمين. كاين الدستور، عندك كتاب الدستور يا اخو اصيلي. من فضلك شوف، كاين وثيقه الاستقلال وكاين الدستور. نحكي على الدستور. انا كي جاو يكتبوا الدستور من بين الاسباب اللي مدوها المؤسسين، هذا واشنطن وهاملتون وكاين واحد اخر ثالث معاهم، هادوما كي جاو الى مانيش غلط في الاسماوات هذه انا قريتها، انا متاكد قريتها جاست تاعي انه ذكروا البحريه الجزائريه. البحريه الجزائريه قالوا عندما نتوحدوا ونبنوا اسطول قوي اننا يمكننا زعما هزيمه الجزائر في البحر المتوسط. البحريه الجزائريه. اوكي ماريا راهو يحكي على حاجه راهو مش متحكم فيها اصلا، اللي هي قضيه الاسره. راهو ما يعرفش القضيه اللي راهو يتكلم فيها اصلا. يعني هذا هو الاشكاليه. لا ماشي في الاسره. لحظه صديقي، هذه ماشي في الاسره، هذه في كتاب الدستور. ما تقاطعش بهذا الشكل باش يكون الحوار سلس وتقدر الفكره توصل. تفضل صديقي. شكرا ماريا. راك ما عارفش اصلا راني حتى قلت لك انا المراسلات مره اخرى، راهو المعلومات كامل اللي قلتها انت خارجه على السياق التاريخي تاعها، معلومات خاطئه. ذكر الجزائر كما تقول هو ذكر إيالة الجزائر وما يسمى في الولايات المتحدة الأمريكية بالبارباريان ستيتس. معناتها هذا لا يعني بأنها دول باش ندخلوا في المنطقة تاع الدولة ولا لأنها تابعة للسلطنة العثمانية، لكن المصطلح اللي كانوا يستعملوه وقتها هو تسمد الإمارات هذيك اللي موجودة البربرية. كانوا يسميهم يعني طرابلس، تونس، الجزائر العاصمة، كانوا يذكرونهم في المراسلات فقط، ماشي مباشرة مرتبطة في الدستور أو في الوثائق. انت راك قلت المارية في وثيقة التأسيس، لو كان تجيب لي الجزائر مذكورة في وثيقة التأسيس صديقي امبوسيبل تكون مذكور. امبوسيبل. انا ماذا بيا تعطيني اسم الوثيقة باش نجبدها.
ايتاشي نعم. واش قال هذه هي. نعم راهو صحيح 100%. انا قلت لك كي جاو يكتبوا في المراسلات ماشي الكلام تاعك، الكلام تاع شوقي حاجه، انت واش قلت حاجه واحده بصح اخرى. دوك في الجزائر كي جاو يكتبوا الدستور الامريكي كتبت يعني مذكوره. سمعت واش كان يقول لك ولا لا؟ يعني كلام راك ما ادعيته شيء وما قاله شوقي شيء اخر مختلف تماما. ماريا اذا يحب بالك لازم نبسطوا له شويه باش لا معليش انا قلت لك واش قال هذاك حقيقي، ولكن ذكرت يعني كاين الجزائر من بين 250 دوله في العالم الجزائر ذكرت. اشرح لي شوقي، اشرح لنا اصبر نبسط لك. دركا في العصر الحديث اللي رانا عايشينه كاين مثلا حاجه اسمها لي ديبا بارلمونتير، مثلا النقاشات اللي تحدث في البرلمان ويذكر فيها تسمى تلقى يعني آلاف في بعض الأحيان الوثائق وآلاف الأوراق من أجل الحديث على السبب تاع أنه مثلا يناقش مشروع قانون وغيرها من الأمور. في إطار هذاك الوقت الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت حديثة التأسيس والنشأة كانت تناقش العديد من المواضيع اللي خلاتهم مثلا يقول لك سنأتي بدستور. واحدة من الجزئيات اللي كانت موجودة هي ما كان يحدث مع ما قلت لك يسمى بارباريان ستيت، يعني هذه الدويلات اللي موجودة مثلا في طرابلس في تونس في الجزائر العاصمة، ولكن كانوا يذكرونها كجزء، يعني ماشي قال لك الدستور الأمريكي، لكنه كانت تعطى كمثال على الأسباب اللي لابد أن تدعو إلى الوحدة. وجورج واشنطن ولا توماس جيفرسون، درك نعطيك الأسماء اللي تذكروا حقيقة، ما ذكروش الجزائر فقط، ذكروا الجزائر وذكروا تونس وذكروا طرابلس وغيرها، على أساس لأنه كانت كاينة أزمة أيضا مع إيالة الجزائر اللي هي كانت الأزمة تاع الرهائن اللي كانوا محتجزين وقتها. دونك كان هذه الأمور كلها داخلة في نقاش أمريكي كان كبير جدا وفي مواضيع متعددة، ماشي كما طرحها طبيب الفئران وراجت الفكرة هذيك ومن بعد صارت تكرر على أنه الموضوع تاع الجزائر وهذا دليل على وجود الجزائر وأنه الدستور الجزائري. ماكش انت اللي قلت، لكن هذه طبيب الفئران تعدلتها شوية، قال لك بأنه الدستور الجزائري كتب خوفا من الجزائر. هذه كلها أمور غير موثقة. راني فسرت لك وبسطت لك، خلاص صديقي القضية واضحة الآن. لا أنا معك بصح أنا ما قلتش خوفا من الجزائر، ما تقولنيش، ما قلت كي كانوا في النقاشات كي كانوا يوحدوا قلت لك ذكرت الجزائر، ذكرت البحرية الجزائرية باش نكون كانوا يسموها بارباريان وور ولا عفسه هكذايا. إيطاشي I have one for you please can I talk الجزائر يا أخي ما تقدرش تنفيها من الوجود، ما تقدرش تقول الجزائر إلا على بالك بلي ماريا أنا شتوتير شابو. علاش؟ لأنك صابورة وخلوقة وبشوشة. هكذا شوقي بن زهرة باين نعرفوه. يطاشي لو كان انا وياك يا الحبيب، لو كان خلصت مقبل لا ديسكوسيون هادي وكان راني شديت روحي من شعري، باسكو علاش من صباحك تهدر مع الاخر. وشنو شوقي بن زهرة عنده الحق وانت كنت تيري برك مع فائق احترامي ليك. قلت لك يو نيد تو ستوب واتشين بدومير. انا ما كنتش نتيري برك يا اخو، انا برك مسكت الفكره بطريقه شوقي ساخها بطريقه هذا ما كان خلي عنده الحق. حبيبي اقسم لك بالله العظيم ما كان طريقه ني والو، ماشي زعما شوقي قالها بطريقه وانت قلتها بطريقه، هي كاينه طريقه واحده انت خربتها وهذا يسق راك فيها. ونقطه الى السطر العزيز نورمال كاع نخسروا وصاريف يا اخو، لازم تكون عندك روح رياضيه يا اخو. خسرت دوكا اليوم، خسرت اليوم، ما تحب ولا تكره. ماريا تقول لك خسرت، هذا يقول لك خسرت، الجمهور كومونتيو خاوتي اذا خسر ولا ما خسرش. خسرت العزيز اخو حنا رانا هنا نقاش، هذا نقاش ماشي نقاش، هذا كومبيتيسيون. ماكش كومبيتيسيون، ادعاءات كاذبه. انت ما كوش تناقش، لا ماشي ادعاءات كاذبه خرطي. دوك يقولوا لك كاع باللي خسرت، خاوتي خسر ولا ما خسرش، كومونتيو الا خسر. املي كاع قاعد رائد بعيدا على هذا راه قاعد يقول درك حرفيا ولا الهضرتي معناتها هو هضر الهضره وانا رجعت لي ما فهمش باللي راني زعما انت وياه ما تفاهمتوش في الهضره. راني صححت لك وبسطت لك وعلمتك المفاهيم وعاودت رجعت لك بانه القضيه هذه هي قضيه ثانويه، معناتها ماهيش هي الاصل تاع كتابه الدستور، هي من القضايا الثانويه. القضيه الاساسيه راهي امور اكبر مانيش راح ندخل لك فيها. انه الجزائر كانت موجوده يعني لحظه صديقي، لحظه ندير واحد الحاجه.
بما انك حاب تناقشني في الموضوع هذا، هل انا وانت الان على المباشر هكا اخذ ورد نقدروا نتكلموا على ظروف تاسيس الولايات وتاسيس الولايات المتحده الامريكيه كدوله، نتكلموا على الظروف كلها، القضايا اللي كانت موجوده وقتها، القضيه تاع الضرائب وما الى ذلك، هل انت قادر على هذا؟ على حسب ما اعلم، يعني على قدر معلوماتي، مانيش نقول لك انا خابر. اوكي، اعطيني الاسباب تاع على كتاب، قدر ما- اعطيني الاسباب تاع كتاب الدستور الامريكي. شوف انا على بالي بلي كانت مستعمره امريكيه وفيها لا، اسباب دراسه الدستور الامريكي ماشي الاستقلال تاع كتابه الدستور الامريكي، هذه قضيه جات فيما بعد. يعني أنا جايك، يعني كي بدا خلينا من الضرائب والاقطاعيين هذوك اللي كانوا يفرضوا الضرائب وكذا، اني انطي لك انا على حساب واش نعرف يعني على كتاب من الدستور، الاقطاعيين انه اللي كانوا امريكا كانت يفرضوا الضرائب، من هم الاقطاعيين اللي يفرضوا الضرائب؟ كانوا زعما اللي عندهم الارض وكذا، والباقي مزارعين، وهذه هي يعني. زعما وين، في الشمال ولا في الجنوب؟ لا في الغرب، جيت نيويورك وهذوك الغرب يعني، جيت الغرب. نيويورك في جيت الغرب. الغرب الامريكي، الشرق سوري، الشرق الامريكي، اخويا نيويورك راهي الشرق من سوري، إيطاشي الشرق يا إيطاشي الشرق الامريكي. اسكت رايد يا اخو، اسكت، كل ما دقيقة، اصبر، ما تهدر غير تقوليش اسكت دقيقة يا إيطاشي العزيز، اكثر اسمع لي قطعني يا اخو. معليش، اسمع لي واش انا حنقول لك، حنقول لك كلمة واحدة، والله غير خسرت حبيبي. انا كان دوكا تيقراني كيما قراك دوكا، والله ما نزيد نتناقش معاه في سيجي واحد اخر. انت تسمى كاع السقله اللي ديتها دوكا وحاب تزيد تضربك بالكف، خلاص يا اخو روح للدار، سي خسرت يا اخو، ولي غدوه ولا كش خطره واحده اخرى، خلاص راك خسرت. ابك باللي من صباحك تهضر مع الاخر واش قلت له؟ لا هي تسمى ما تفاهمناش، وانت قلت هضره وهو قال هضره، مع الاخر وليتو ما تفاهمتوش في الهضره. صلي على النبي، راك خسرت، ما عرفتش نورمال، تبعت دومير، دخلت في شوقي بن زهره، خلاص السلام عليكم. حاول مرة أخرى، هذا ما كان حبيبي، بكل روح رياضية، ناقشت خسرت في النقاش. سلام عليكم. سالينا وصح جود نايت. معليش يا اخو. شوف شوقي، انا كما قلت لك على حساب واش نعرف، انه كان كاين يعني ازمه تاع، يعني في الاقتصاد الامريكي كان فيه ازمه تاع الضرائب وتاع هذاك الضرائب، وهذه الضرائب منين يعني كان كاين العبيد، ومع بالي اللي كان عندهم نظام تاع العبيد ونظام تاع الاقطاعيين اللي هما اصحاب الاراضي، يعني اللي عندهم الاراضي. وهذا الشيء خلى شغل الاقتصاد يكون ضعيف بزاف. هذه من الاسباب، يعني نعطيك الاسباب لكتابه الدستور الامريكي، مش نحكوا على الاستقلال هنا، نحكوا على الدستور. يعني في هذه الاسباب، يعني كي كان ضعف في الاقتصاد وفي كذا، نظن داروا واحد المؤتمر، يعني قلت لك على حسب معلوماتي، انا مش خبير في التاريخ الامريكي، وكلنا كما نقولوا نتعلموا. كان ان واش جاز عليا يعني انه داروا واحد المؤتمر، في هذاك المؤتمر شغل داروا الاسس تاع كيفاش راح تكون امريكا، يعني امريكا هذه العالم الجديد كيف راح يكون. داروا زعما باللي راح يكون كاين شغل حكومه فيدراليه، باللي باسكو لليوم امريكا نظام فيدرالي، كل ولايه عندها شغل الرئيس تاعها. وبعد داروا زعما شغل النظام اللي نعرفوه كاع تقسيم سلطات تشريعيه تنفيذيه. المهم هادو هما الفصل بين السلطات، باسكو كل دول ديمقراطيه فيها هاد الامور. صديقي راك شغل، نقول لك حاجه، راك شغل قاعد يرحم يمك دقيقه. دوكا ايطاشي كش حيدير لك دوكا هذيك شوقي بن زهره، كش حيدير لك؟ باسل ومغوار انت يا ابا جهل. لا والله، حيدير لك هكذا. لا والله والو. خليك اسمح ليك تقاطع وما عندكش افكار يا اخو. خلاص صديقي، من الافكار يا اخو، انا كان مقبل وكراني هبطتك عندي زوج سوايع، واش من افكارك تمد افكار انت؟ باسل ومغوار انت يا ابا جهل، والله واش تهدر؟ لا خليك من رائد، دوك انت ركز في الفكره. رائد راه يطرح لك، لو كان سمعت الرائد من الاول لو كان راك خرجت من القضيه هذه وما كملتش، دخلت في حائط. قاعد تتكلم على التاريخ تاع الولايات المتحده الامريكيه وكانك تحكي في قصه مرتبطه بمعلومات هكا، مفاهيم كانت في راسك على علمي، يعني قلت لك على حسب علمي. لا، وانا واش حبيت نقول لك، بما انك لا تعرف الظروف تاع التاسيس تاع الولايات المتحده الامريكيه ولا تعرف الظروف تاع كتابه الدستور
الدستور اللي قلت لك هي ظروف جد معقده، لانه كانت اصلا بطبيعه الحال دوله ناشئه، كانت نقاشات كبيره، واللي تكلم عليه ماهوش مؤتمر يعني بالمنطق هذاك، هي الكونفنشن كونستيتيوشنال كونفنشن اللي صرات من اجل كتابه الدستور، وحقيقه يسمى باللغه العربيه مؤتمر، ماشي لا علينا. لكن القضيه كيفاش تطرحها، الاشكاليه تاع العبيد اللي ما كانتش هي الاصل تاع الازمه، قضيه الضرائب اللي عطيتها لك انا منذ لحظات هي مرتبطه بموضوع اخر. معناتها لازمك على الاقل تكون عارف بالظروف تاع التاسيس، او تكون عندك مفهوم عام على قضيه الظروف تاع التاسيس وكتابه الدستور الامريكي. لما تكون عندك المعارف هذه، حتى اذا كانت تكون هكا مبسطه، راح تفهم بانه الموضوع اللي انت كنت تطرحه كقضيه مرتبطه بكتابه الدستور راح تفهم بانها قضيه ثانويه، وحتى الشكل اللي طرحت به ماشي مرتبطه بالجزائر، مرتبطه باياله الجزائر، وحتى اياله الجزائر كانت جزء من ما يسمى بالبربريان ستيتس، يعني بتونس وطرابلس وغيرها. دونك انه القضيه هذه اكبر من الجزئيه انت اللي طارحها، وانها يعني كدليل على وجود الجزائر لا. ونرجع لك، انا قبيل كنت حابك تقول لي وتمنيت وحاولت معاك وقلت لك لوندو، لانك ما سالتنيش علاش كنت نجبدك على لوندو ونقول لك نائب كاتب الدوله الخارجيه اللي جا الجزائر وغيرها، لانه هو اصلا تكلم على اتفاقيه. معناتها موضوع ذكر الجزائر راهي مذكوره الجزائر باسم اياله الجزائر في الاتفاقيه التي وقعت مع الولايات المتحده الامريكيه سنه 1795 بين اياله الجزائر و الولايات المتحده الامريكيه. لكن مع اياله الجزائر الان الخطاب تاع لوندو اللي سمعته انت هو بطبيعه الحال هذيك الخطاب الدبلوماسي الامريكي اللي كل ما يروح البلد راح يتكلم على واحد الروابط المرتبطه، راح يجبد وراح يعطي مثلا في موضوع اياله الجزائر، بما انه كان في الجزائر العاصمه، راح يربط اياله الجزائر بالدوله الجزائريه اليوم في اطار خطاب دبلوماسي وعلاقات امريكيه. هذه في كل السفارات الامريكيه في العالم راح تلقى تقديم تاع العلاقات الامريكيه مع تلك الدول بواحد الشكل فيه تقريبا رومانسي ان شئت. دونك هذا لا يؤخذ عليه الخطاب الدبلوماسي، لاننا هنا نتكلموا على القضيه التاريخيه يعني الموثقه. فاتمنى انك يعني واذا حبيت مراجع راسلني في الخاص، نعطيك مراجع حول تاسيس الولايات المتحده الامريكيه اللي تكون جد بسيطه يعني مبسطه لك. معليش يا اخو، انا نتفق معك في كل كلمه قلتها، انه كانت هذيك نقطه جزئيه، ولكن هذيك النقطه الجزئيه رغم جزئيتها انها ذكرت. انا الفكره اللي حاب نقولها انه حتى اياله الجزائر كانت موجوده، لانه اليوم يجوا اعداء الجزائر يحاولوا يطمسوا انه الجزائر لم تكن موجوده تماما. يقول لك يعني هذه الرقعه الجغرافيه اللي هي اكبر دوله مساحه في افريقيا، يقول لك لم تكن موجوده، وهذا الشيء تضليل. هذا تضليل، لأن الجزائر بذاتها يعني كان فيها 8 عواصم، والدولة هذه ما كانتش مرت عليها عدة دولات. نعم، شكون كان عنده 8 عواصم؟ العزيز لعبك ما كانش 8 عواصم في الجزائر، تلمسان وتيارت وقسنطينة وندية هذه مش عواصم. عاصمة تاع الدولة التيطرية شكونها؟ مدية. عاصمة تاع الدولة الزيانية تلمسان. عاصمة الدولة الزيرية الدولة التيطرية. وش هو الدولة التيطرية؟ لا قلت لك الدولة التيطرية غلط، قلت لك التيطرية، قلت لك الزيانية. وتاع تيارت كانت عاصمة تاع، ما كانتش عاصمة، ما كانوش عواصم هذوما. أنا غلط ثاني. طاشي خسرت يا اخو، ما تزعلش. صراحة بالك جا وقت تروح ترتاح احسن. والله نروح مقبل يا اخو، والله نورمالمون ايطاشي وكان جيت كيما انت تروح مقبل يا والله كنت قادر تروحك بالانتيك تروح بالقدر. ما جازوش 8 عواصم على الجزائر. سؤال يا ودي جازو 8 سوايع او يفهم فيك، ماشي 8 عواصم 8 سوايع او يفهم فيك، ما تبيش تفهم. كاين 8 عواصم جازوا على الجزائر ولا نعم او لا؟ يعني ايطاشي كل هذه العراقه اللي تهضر عليها والاصاله اللي تهضر عليها الا تستحق ان تحصل على اعتذار بسبب استغلال بناتها بشكل يعني مسيء جدا؟ عم يكتبوا لك ذا ماريا ستوب واتشين دومير، كتبوها له او يكتبوها لك بيبي. You need to read a lot of books. You need to let it go, man. You are in Britain. You have a lot of books, a lot of words. You can read. You can watch a lot of movies. You can watch documentaries.
8 سوايع او يفهم فيك. انا بك فاش حيرتني من الصباح وانت تقولوا لا بس غادي يختم غادي يختم ويروح. عباك انا فاش عجبتني ايطاشي عندك كي حصلت انت كي حصلك شوقي بن زهره شو اللي تقول هي تسمى كي شغل انا وياك شوقي بن زهره كيف بصح وي ار ذا سيم بت نوت ذا سيم. راك فاهم شغل انا وياك كيف سيم بصح سيم ماشي كيف فاهم روحك انت كنت كونترو ومن بعد وليت لا تسمى هو قال عفسه. قلت له في الفكره هذه انا راك قلت نفس الفكره. معليش نقول لك ستوب واتشين دومير او جا بن زهره او دخل بن زهره. يلا ختم المداخله تاعك ايطاشي يلا. شكرا. اذا كان نطلبوا من تركيا باش فقط انا جبت لك مرجع يناسبك. ما على باليش اذا تقرا بالفرنسيه لكن صراحه اذا كان مترجم استوار دي زيتاجوني راهو ما على باليش اذا راك تشوف في اسم الكاتب باش من بعد تقدر دير اون كابتور ديكرون. راح تلقى فيه ديسونس دو لا ريبوبليك فيدرال. راح تروح تقرا الجزئيه هذه المرتبطه بنشأة الترجمة هي نشأة الجمهورية الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وراح ترجع إلى الفترة التاريخية هذه. يعني الكتاب جد مبسط، يعني هو من جامعة نونسي، فيه يعني تبسيط كبير خصوصا للنشأة، الظروف تاع النشأة تاع كتابة الدستور. معناتها ما فيش هذيك المعلومات الكم هذاك الزايد اللي ما يحتاجوش الإنسان اللي حاب فقط يطلع على المرحلة التاريخية هذه. وراني احترمتك لآخر لحظة. أتمنى أنه مرة أخرى تحاول أنك في النقاش لما تكون ما تعرفش موضوع انك تحاول ما تناقشوش، يعني فقط هذا ما كان. يا طاشي شات الفراق شي بلي واعر ماشي ساهل. الفراق شي يجبد لك بالكتابات وكذا عليها. قلت لك قصر مع رائد يا اخو، هو شغل له ربى عليك بزاف حبيبي، ضربك هكذا ومن بعد قراك ومن بعد عاود وليت ومن بعد زدت رحت ومن بعد صاحبي خسرت مره اخرى. يرجى اعاده الاتصال لاحقا، ان رقم مراسلكم لم يعد في الخدمه. صح والله بحكايتك وصلاه. have a nice day, good night, have a nice dreams. Take good care of yourself. We hope to see you anytime soon. We wish you the best. All love from Maria and Chouki and Raid. Take good care of yourself. Bisous. إيطاشي ميرسي ليك. شكرا. معليش حبيت برك نختم ومن بعد نهبط. باش نولوا لسؤالك ماري يا رايد يا اخو تاقي شويه. قبلتني طاشي غادي يختم رائد خلاص غادي يختم. انا ايطاشي نضحك مع خويا بك ما تزعل والله راني كوميديا سوداء وتبهليل شويه هذا ما فقط روحك يا اخو. انا مصباني نقول لك معليش نورمال معليش قصه خويا انت. هذه تاع مطالبه تركيا بالاعتذار. نعاود نولي لك، إذا كان طالبنا تركيا بالاعتداء راح نطالبوا بزاف دول بالاعتداء. امشي من فرنسا لتركيا وامشي بها، ماكش حتحبس غير على تركيا. إذا كان هذا الاعتداء اوكي خلاص الارغيومون تاعك الاول راك متمسك به. داكو شكرا لك ايطاشي، يعطيك الصحة. شكرا، تحياتنا، مع السلامة. صحيح مع السلامة. المشكلة في آخر جملة قال لك لو نطالبوا راح نطالبوا فرنسا. راه النظام الجزائري وانت راك تدافع عن الأطروحة يعني الجزائرية الوطنية والأطروحة تاع النظام الجزائري وقضية الاستعمار، راهو يطالب فرنسا بالاعتذار. معناتها إذا راك تقول إذا طالبنا راح نطالبوا، احنا رانا نطالبوا في فرنسا بالاعتذار. معناتها أيضا لماذا جوستومون لا نطالب العثمانيين بالاعتذار، عفوا بتركيا بالاعتذار على ما قامت به الخلافة العثمانية اللي هي الخلف كما رأينا وكما وضحت لك تاع تركيا تاع السلطنة العثمانية. أمر طبيعي جدا. تعجبني شوقي تقرا في نظمو والله. انتيك يا خلويتني انا عن بالي دل تخرط بك شويه. انا من ذاك هكا نقول بالك او يخرط بصح شغل الله دوك عجبتني بالمراجع باللي ريفيرونس بكلش. افتح المايك قولي والله. من ذاك انا نسكت نقول بالك هذه زادها من عنده بصح اليوم عجبتني والله. رايد تكمل هكا راني نجبد الفيديوهات اللي عندي عليك التليفون الثاني راه قدامي. ما تخافش على بلاستيك يا كان يعني نحبس. قلت كان يعني انا اعتزل ومن بعد نحكي لك بريفي ونجبد روحي وكاع وكلش بصح والله غير تعطيني الايفون 17 برو ماكس والله غير نعطيهولك. بعث لي 16 برو ماكس نعطيهولك. نحبس لايفات نعاود نرجع لك كاع قشك كاع. قال لك يا اخو انا عندي ما صديقتي الحميمه في بريطانيا ماريا هاي تبعث لي البوندا نتزوج بها.
هما ما يقولوا على حساب اخر الاشاعات. لا فهمنا وش هو عندها يعني هي اللي تتحكم فيك وتسيطر عليك باش تقوم بالعمل هذا اللي على ديرو ضد حساب شوفا، الجزائر. على حساب شوفا عندي مغربيه فاميلة البرنس تشارلز، الملك تشارلز ماشي محمد السادس، هذه راهي مع برنس تشارلز. قال لك رائد، قالت لي حبس ونشري لك رولز رويس تولي تدور في الانجليز كذا ونخلص بالبوند انا. صراحه في الحاله هذه انت الوحيد اللي لا تلام على خيانه الوطن اذا كان لاباس. والله. قال هذا صحيح. الوغ ايكوت تاليو كينغ تشارلز ماريا، والله كينغ تشارلز. خويا شوقي بن زهره، انا اتركك ماريا. انا ثاني غادي نخلص اللايف احبك هنا. في الله. المهم شوقي بن زهره، شكرا يعطيك الصحه ماريا، شكرا لك على خويا انا الاستضافه. جودي خوتي قال لكم في اللايف راني ندي ميسيوني انا شوقي، خلاص نحبس خدمه اليوم انا وياك اخر حلقه. يا اخي قلنا كي المافيا العماله رائد ما تخلص غير لما ينقطع النفس. وصلنا للختام ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليو واحد لايك، اشتراك في القناه، كذلك فعلوا الزر ديال الجرس، بارطاجوا خوتي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر المزيد من المقاطع في هذه القناه. الاصدقاء ديالي غنهضروا على القمه ديال يوم امس بين فريق الكوكب المراكشي ونهضه الزمامره. صراحه المباراه كانت ممتعه من جميع النواحي، من الحضور ديال الجماهير ولا كذلك الاداء القوي اللي قدموه لا لاعبي ديال الكوكب المراكشي ولا كذلك اللاعبي ديال نهضه الزمامره، خصوصا خلال الشوط الثاني. وشفنا كيفاش سيطر فريق نهضه الزمامره على الشوط الثاني وخلق العديد من الفرص واستطاع باش انه يقلب النتيجه من الخساره بهدف ل0 الى فوز ثمين خارج ميدانه بهدفين مقابل هدف. صراحه شفنا هدف رائع ديال محسن متولي. يعني الكره ما بقاتش في العمر اللي عنده صراحه. متولي قدم مباراه كبيره يوم امس مع فريق نهضه الزمامره. اصدقاء ديالي وصلنا للختام ديال الفيديو، ما بقى لي الا نودعكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.